السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تستفيدوا بيه. النهاردة هقدم لكم فكرة ممتازة هنستفيد بيها من حاجة كنا بنرميها دايما، وهي التوم الناشف. يعني احنا ما بنيجي في آخر السنة كده أو في نص السنة بنلاقي واحنا بنقشر التوم بنلاقي إن في توم لونه أصفر كده أو ناشف كنا بنرميه. بصراحة كنا في أيام والدتي الله يرحمها واحنا صغيرين كنا بنرميه، لكن مع الوقت طبعا اكتشفنا ان التوم ده مفيد جدا، وان هو يعتبر نوع من التوابل الحلوة جدا اللي ممكن نضيفها لأي حاجة بنستعملها، سواء بنستعملها في الشوربة، بنستعملها مع التتبيلات، مع تتبيل الطيور، مع تتبيل البانيه. الحاجات اللي مش عايزين نكهة التوم تبقى ظاهرة فيها، اللي هو التوم الني، وفي ناس معدتهم بتتأثر بالتوم، فما بنحط التوم البودر بيبقى حلو جدا. فأي راس توم تلاقوها فضيت كده ما ترموهاش، تيجوا تفصصوها وتبتدوا تلموا التوم وتهووه. ممكن تحطيه شوية في الفرن بعد ما تطفيه أو على أقل درجة، وبعد كده تهويه وتطحنيه أو تحطيه في الميكروويف. هيبقى يطلع لك أحسن توم، أحسن بكتير جدا وأنضف من التوم اللي بتشتريه بودر من بره. أولا بيبقى صحي ونظيف وكمان كامل القيمة.